جاني طفل صغير عند الطاقة حق السيارة، قال لي عمو معليش بس والله اني جيعان ودي انك تشتري لي اكل. قلت له والله ما معي فلوس. قال ما ابغى فلوس، قال لي بس ابغى تشتري لي من البقالة، ومعاه بنت صغيرة. شفته كذا يعني مو بكذاب ولا بيسرقني ولا بيسرقني ولا شيء، فعبيت بنزين ولفيت ورحت عند البقالة. هو عمره 13 واخته الصغيرة عمره 9 8 صغار كتاكيت وجيعانين يبون اكل. ودخل البقالة وجلس يشتري زيت رز اشياء، عرفت؟ يقول انه اختي الصغيره تحتاج حليب وزي كذا. قلت خلاص جيب لها اللي تقدر عليه، والبقاله صغيره ما فيها الاشياء اللي يبونهم، قلت خذ اللي تقدر اللي موجود عليه. لكن مو صدمه هنا، بعدين شال كيس رز ومدري ايش وثقيل عليه. قلت له مين بيساعدك تودي الاغراض هذه؟ وين ساكن انت؟ قال انا ساكن في العزيزيه في جنوب الرياض وانا في الشمالي. قلت معك سياره؟ قال لا بس دحين اختي بتجيني. قلت اختك يعني معاها جوال؟ قلت لا ما معاها شيء. طب قال كيف بتروحون؟ ايش جاب؟ طب اسئله كثير، ايش جابك هنا؟ قال انا اندعست بالسياره، ترى مبتسم يعني، قال اندعست بالسياره وسويت عمليه نزيف في الدماغ والحمد لله اموري تمام، لكن باقي الكسر. ورفع رجله يا ابو داحم ورجله مكسوره من هنا من الكاحل من هنا وفي غرز، وجلس يمشي عليها. انت مستوعب؟ جلس يمشي عليها في الشارع، يمشي عليها رجله مكسوره، والله انها مكسوره، انا شفتها ما هي مضبوطه، تلف كذا ما هو جالس يضغط عليها. فعلى سيرة النعمة اللي حنا فيها، هذا خلاني أحس لما أزعل ولا أبدأ أتناسى ولا نفسي تطخى، الموقف هذا المفترض دائما يذكرني أنه أنت مو في نعمة، أنت تعيش في الجنة يا رجل.